صباح الخير او مساء الخير عليكم على حسب توقيتكم. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا مروه يحيى، انا ميك اب ارتست وبروفيشنال يوتيوبر مصريه، والنهارده احنا هنعمل اللوك ده مع بعض. اللوك ده بيطلب مني كتير جدا 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 في الكورسز على ارض الواقع. الميك اب ارتست اللي بيجوا يتعلموا عندي بيطلبوا تعليم تكنيك العيون المفتوحه. طالعه ترند في جميع انحاء العالم، مش في الوطن العربي فقط. فناس كتيره قوي بيحجزوا كورسز معايا بالمشوار، يعني من محافظات تانية ومن بلاد تانية، بيضطروا ان هم يجوا من المغرب، من الجزائر، من المانيا، من فرنسا، علشان يتعلموا التكنيك ده. وفي ناس كمان بتحجز كورسز اونلاين مخصوص عشان التكنيكس دي. فانا حبيت ان انا اقدم لكم حاجه بسيطه، فقلت يوم ما ارجع لكم بتكنيك مطلوب جدا جدا واوريكم التكنيك بتاعه. الموضوع سهل جدا، لو اتفرجتي على الفيديو واتبعتي الخطوات هتلاقي الموضوع بسيط قوي. وبس كده، يلا بينا نروح لخطوات الفيديو. طيب يلا بينا نبتدي مع بعض. انا اوريدي عملت السكين بريبريشن قبل التصوير، حطيت اللانسز وعملت حواجبي. وقولوا لي ايه رايكم في رسمه الحواجب دي؟ انا عاملاها مخصوص عشان تشد مساحه العين ويبقى عندي مساحه ان انا ارسم براحتي. انا عندي مساحه اوريدي بس بزود المساحه، بطمع. تمام. فقولوا لي ايه رايكم في رسمه الحواجب دي؟ لايقه عليا؟ لا اللي فاتت احلى؟ اكتبوا لي في الكومنتس وهنأكت اكوردنج للكومنتس بتاعتكم. طيب احنا دلوقتي هنروح نعمل البيز الفاونديشن. احنا اول حاجه هنستخدمها هو فاونديشن من جيفونشي. اوكي، هاخد كده حاجه بسيطه قوي قوي بره على بان خارجيه. الدرجه بتاعتي 14 نود بيج. هابلاي الفاونديشن بقى بفرشه فلات من سيجما. اوكي، والفرشه دي هي احلى فرشه بالنسبه لي ان انا ابلاي از فرشه فلات برش للفاونديشن، ان انا احطه على وجهي. من سيجما، هي اصلا بتاعت سكين كير، يعني هي سكين كير برش. بس انا على طول عندي اقتناع بخصوص الفرش، ان الفرش ملهاش توظيف معين يجيلك متحدد من الشركه او من البراند. مفيش حاجه اسمها كده. الفرش كل ميك اب ارتست بتستخدمها حسب مزاجها وحسب ارتياحها وحسب توظيفها للفرشه ايه. اوكي، هبتدي ان انا ابلايت ونتيك كير من الطرحه السوداء. اوكي، بعد ما حطينا الفاونديشن ابتدي اتاب على البشره بالبيوتي بلندر. البيوتي بلندر دي من بينكي دوز، والكواليتي بتاعتها حلوه جدا. واتفاجئت بحاجات في بينكي دوز رهيبه، لسه هقولها لكم، هكلمكم عنها في الفيديو. اولهم البيوتي بلندر، سعرها خطير، كواليتي رهيبه، وبتدمج لك ورهيبه، متاخدش كتير ابدا من الفاونديشن، ما بتطبعش على البشره. احنا ايه مشهورين بان احنا بنحافظ على طراحنا اثناء الميك اب. الناس كلها بتتساءل على الموضوع ده، ازاي بعمل ميك اب والطرحه بتاعتي البيضاء او السوداء ما بيجيش عليها اي ستينز من الميك اب. فاتمنى ان احنا نكمل على هذا المنوال. المال الحلال اهو، المال الحلال اهو. طيب انا الكونسيلر بتاعي هو تو فيزد بورن ذس واي كونسيلر. انا درجتي فيه هي لايت بيج، وهي دي اللي انا هستخدمها تحت عينيا عشان اوحد اي اسمرار، اي هالات، اي تسبغات. ودي نصيحه مني ليكي برضو. اوكي، تستخدمي ايه كونسيلر، تستخدميش كوركتورز، تستخدميش احمر واخضر واصفر وازرق والكلام ده. حاجه بسيطه، ولان انا هنا عنديش اسمرار، بس حاجه بسيطه. والفكره ان انا اسيبه ينشف تماما. ما تعمليش حاجه، سيبيه ينشف، اشتغلي بالمروحه عليه لو انت حابه. الكريمي بلاشر ده انا بجربه بقالي فتره وعجبني بطريقه رهيبه، خطير. انتوا شايفين الافكت بتاعه طبيعي ازاي ودرجته حلوه. الكريمي بلاشر ده من روبي روز، رقم سويت بيتش. هو فعلا سويت بيتش، بيدي ضي طبيعي وقمر، ينفع في الاستخدام البروفيشنال، ينفع في الاستخدام الشخصي جدا. وده شكله عشان تكونوا عارفينه اهو. معرفش بقى النور ضارب فيه قوي ولا طالع معاكم، والدرجه بتاعته تحت. اسمها اهي سويت بيتش من روبي روز براند. بعد كده اروح اجيب الميني بيوتي بلندر وابتدي اوزع تحت العين. التكنيك يا جماعه ان انا بوزع بايد سريعه، بس خبطتي على البشره، التابنج نفسه ضعيف خالص، يعني بهمس للبشره، بهمس لها. مش عايزين نتقل ايدينا في الدمج، لانك لو تقلت ايدك هتلاقي ان المنطقه دي ابتدت تعمل ستينز، يعني يحصل منطقه فيها تغطيه عاليه ومنطقه فيها تغطيه قليله، فيحصل ان الموضوع هنا مش متساوي، في حاجه غلط. ليه؟ بسبب ضغطه ايدك، ولا منتج ولا تحضير ولا وشك ولا بشره ولا نوع بشره ولا الكلام ده خالص، ولا ان الهالات عندها قويه ولا ان الاسمرار عندها مش، لا، هي ايدك.
الميك اب ارتست يا جماعه هي ايد، فانت لو ايدك مش مظبوطه، ايدك مش حساسه، ما بتتحكميش في ضغطتها، ما بتتحكميش في سرعتها، الا السرعه دي تجنني في الكورسات. تمام، فانت كده مش ميك اب ارتست. لازم تشتغلي الاول على ايدك، تحكم في ايدك، عشان تقدري تقولي على نفسك انا ميك اب ارتست، وتقدري تطلعي شغل مظبوط. الله يا فنانه، يعني المال الحلال ده اهو. ابتدي بس انور تحت عيني حاجه بسيطه بنفس الكونسيلر تو فيست برضو، بس درجه افتح. الدرجه اللي انا استخدمتها لتغطيه الهالات كانت لايت بيج، دي سوان. وسوان في التفتيح انا هحطه في الكورنرز فقط. هستخدم كونتور من كيكو اهو، ايوه من كيكو، ده اسمه سكالبتنج تاتش كريمي ستيك كونتور. ده الكريمي كونتور ستيك بتاع كيكو رقم 201، وده من بيج اسمها بيلا، وبنوته اسمها بيلا. وهحطه هنا كده على المناطق المرتفعه من عظمه الايه الخد. وعايزه اقول لكم حاجه، انا اي منتجات من كيكو انا ما بثقش في حد جوه مصر الا بيلا، وهي اوريدي عايشه في ايطاليا وبتجيب الحاجه كلها من كيكو ايطاليا، ودي احلى حاجه فيها، لان الحاجات اللي بتنزل في الدول الاجنبيه شويه مختلفه واحسن، وممكن تلاقوا اصدارات مختلفه خالص بتنزل في الدول الاجنبيه بتنزلش عندنا. طيب ابتدي بقى ان انا ايه اوزع برضو بالايه بالميني بيوتي بلندر. بيوتي بلندر الميني بيوتي بلندر دي من دايموندز لاند، عندي بقالها 5 سنين. 5 سنين البيوتي بلندر دي عندي، بصوا كأنها جديدة. الكواليتي بتاعتها رهيبة. اللوز باودر بتاعتي طبعا ذا بيست ان تاون، وهي هدى بيوتي. هدى بيوتي. وطبعا طبعا طبعا اي براند عندنا دعمت، انا بدعم من غير اي حاجة. وباقي البراندز بنستخدم الحاجة اللي عندنا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مش هنريبيرتشيس. طب انا هثبت تحت عينيا بهدى بيوتي باستخدام الباف الخطير ده من بينك دوز. بينك دوز انا دي اتفاجئت بيها، انتوا شايفينها دي بالذات انا اتفاجئت بيها وبالكواليتي بتاعتها. انا جربت كل حاجه، وانتوا متعودين ان على طول انا بجيب لكم احدث حاجه واحسن حاجه. دي انتوا لو جربتوها هتدمنوها، مش هتستخدموا اي حاجه للوجه كله الا هي. في التثبيت رهيبه، الكواليتي بتاعتها والخامه بتاعتها خطيره. وزعت تحت عينيا كويس قوي، وابتدي اثبت. بنثبت الاول في الكورنرز، نفس التكنيك، ايد خفيفه وسريعه، واطلع لبره وارجع واروح وارجع. ثبت باقي الوجه. طيب بعد ما ثبتنا الوجه، بيبان هنا شويه ان الوجه ايه، قافش، ناشف، مطفي، جامد، وات ايفر المسمى. هنا انا احب ان انت لو حاسه بالاحساس ده انك تحطي لوس هايلايتر، ولكن ما ترشيش فيكس بلس. يعني نبعد خالص في الخطوه دي او في اللحظه دي اللي انت لسه مثبته باللوس باودر عن الفيكس بلس. يعني الفيكس بلس ده كده انت بتضطري حاجه لسه منشفاها، فانت مش مفهمه المواد اللي بتتحط على وشك انت عايزه ايه. طب انت حطيتي حاجه كريمي وثبتيني بلوس باودر، انت عايزه ثبات، كده تيجي ترشي فيكس بلس. طب انت عايزه طريان، طب انت عايزه ثبات ولا طريان؟ فاحنا نهدى كده واحنا بنعمل خطوات، ونفهم احنا بنعمل ايه. اوكي، ونفهم احنا بنعمل ايه، وبنفهم او بنوظف الماتيريال اللي بتتحط على وجهنا دي ازاي. تمام، ما عنديش مشكله انك ترشي خالص، ولكن بلاش دلوقتي. ده نصيحه او تريك، مش مشكله. تمام. ليكوا لو انت حاسه ان الوجه ناشف دلوقتي، انت دلوقتي اون سبوت، دلوقتي عايزه ان الوجه يبقى شكله حلو وشكله ناتشرال وهيلثي وجلوي ودوي وكل حاجه، حطي لوس هايلايتر. لوس هايلايتر اللي موجود دلوقتي عندي هو احدث لوس هايلايتر في الماركت، وهو من براند بلقيس، وهو براند مصريه 100%. اوكي، عملت لوس هايلايتر وعملت لوس هايلايتر بلاش، هما 5 درجات، ولكن اللي انا حبيتهم دلوقتي وهوريها لكم الدرجتين اللي على بينك، لانه انا بالنسبه لي انا بحب البينك، وبحب ان انا وجهي يبقى على بينك، وبيكومبليمون خطوه البلاش. واسمعوا بقى الاسامي. بصوا بقى، اللي عمل الاسامي ده كان دماغه فايقه، كان شارب كوبايه شاي بالنعناع وحياه ربنا. تمام. الدرجه اللي على بينك بس هادي شويه اسمها روح، وده اسم حلو مفيش اي مشكله. ايوه، الدرجه الثانيه اللي على بينك اللي عجباني، اللي هفضل استخدمها وهفضل اقول درجتها، اسمها خالتي بامبا. I'm out.
قبل بس ما احط اللوز هايلايتر اروح احط بلاش علشان نكمبليمون بالايه باللوز هايلايتر اهو كده حبه. روعه 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 روعه. باين لكم الجزء ده بقى قد ايه صحي وروعه. في درجات من البينك لما بتحطيها بتبقى حلوه وكل حاجه بس غامقه شويه. انا الدرجه دي مظبوطه مظبوطه عليا، واي بنوته درجتي الشيد بتاعي هيبقى الشيد ده قريب قوي منها وحلو قوي عليها منور عليها. اوكي هروح اعمل كونتور كول تون علشان كومبليمون البينك. هاخده من باليت سيجما سكالبت باليت. برضو استخدمت فرشة كونتور من سيجما، احلى فرشة كونتور، رقمها F77، استخدمها في كل فيديوهاتي. اوكي واخداها لي انا علشان احدد بيها الدبل تشين، عشان هي دي اللي بتظبط المنطقه دي. وطبعا انا مش هتكلم، مش محتاجه ان اتكلم، هايلايتر طرح ادمرها تمام. مش محتاجه اتكلم عن البنات اللي كانت بتقول لي مروه في الفيديوهات اللي هم الكام فيديو اللي فاتوا دول، يقولوا لي مروه خسيتي قوي، فين الخدود؟ انتي اول ما طلعتي كان عندك خدود وكان مش اه يا رب تكونوا مبسوطين، يا رب تكونوا مبسوطين. يعني الناس الوحيده اللي بتفرح لما انا بتخن او قلبص شويه. ورمضان اهو باين ولا باين لكم اكتر؟ خدودي وصلت بالسلامه في رمضان ده. واحد يعافر طول السنه انه يخس حتى يثبت على وزنه، بس انا بصراحه كنت بعافر ان اخس وخسيت جدا الفتره اللي قبل رمضان، ولكن يجي رمضان يدمر لنا كل اللي احنا بنعمله ويخلي وشنا كده اهو. يا رب تكونوا مبسوطين. كده الكونتور يكمبلمنت ايه البلاشر، والبلاشر يكمبلمنت ايه الهايلايتر، ويبقى فيه هارموني كده في الوجه علشان الموضوع يكون متناسق، تحسي ان الموضوع كله ايه داخل مع بعضه. يلا بينا نبتدي العين، لان العين حفله بارتي. احب ابتديها ببلويس بيز برايمر للعين واتابل برايمر. بعد كده هروح استخدم باليت اي شادو من باتريك تا، واخد اول لون الدرجه دي الكريمي البني، وخديها في فرشه زي دي. اوكي شايفين التب بتاعها رفيع ازاي وصغنن؟ دي من جيسون. خدت اللون وهبتدي ان انا احدد الكريس بتاعي. الكريس بتاعي هيتحدد ازاي؟ ان انا ابص دايركت، احط المرايه قدامي بالظبط، الكاميرا هنا المرايه هنا اوكي، وابتدي ابص لنفسي، افتح عيني فتحه كويسه زي ما انتم شايفين كده، وابتدي احدد الكريس بتاعي. انا الكريس بتاعي هو كريس كويس، يعني كمقاييس الجمال ومقاييس الوجه والعيون هو مظبوط. في ناس الكريس بتاعها بيكون نازل شويه مترهل شويه، في ناس الكريس بتاعها يكون غير داخل اللي جوه، يعني هنا الاشكال بتختلف. انا بتكلم على الكريس بتاعي لان انا الفيديو بشرح على نفسي، مش بشرح على موديل، مش بنشرح شرح الكورس، فاهمين؟ في الكورس احنا بنشرح كل اشكال العيون وكل حاجه، فبتشعب بتلاقوني بروح في كل عين وفي كل كريس، بتلاقوني بعدي على كل البنات في الكورس اوريها الكريس بتاعها فين، لان بيختلف الاشكال طبعا. فانا هفتح عيني زي ما انتم شايفين كده واحدد هنا علي يعتبر بالظبط او ايه، وانا فاتحه كده يكون واضح الكريس لما نيجي نرسمه، وابتدي انزل يمين وشمال. لكن انا هنا عايزه اقف عشان اشرح لكم حاجه. الكات كريس ليه كذا شكل يا جماعه. في هاف كات كريس ان احنا ممكن نقف لحد هنا تمام واموه الباقي، في فول كات كريس اللي احنا بنخرجه بره الحاجب، وفي الاوبن كات كريس. الاوبن كات كريس اللي هو اللي انا بعمل كات كريس واقوم مرفعاه عند نص الحاجب، وده اللي انا حابه ان انا اعمله النهارده لان هو جديد انا ما عملتوش قبل كده على اليوتيوب، انا بعمله بقالي سنين على الانستجرام او اللوكس بتاعت الكورسز على المودلز يعني، بس انا عليا ما عملتوش قبل كده، حابه ان انا اشارككم النهارده التكنيك بتاعه. انا ببتدي هنا من اعلى منطقه في العين تمام، وابتدي انزل شويه مع الكريس بتاع العين، مع اتجاه الكريس ابتدى ينزل هنا، انا هنزل معاه ولكن مش قوي، واقف لحد هنا مجرد ما الاقي التمانية بتاعه الحاجب وابتدي اطلع على فين؟ في اتجاه الديل، وابتدي احدد اللون او اضغط اللون بقى شويه، وابتدي حبيبتي اسيح اللوك لفوق شويه، اسيح اللوك وابتدي اسيح اللون لفوق شويه. طيب بعد كده اروح اخد الفرش الشكل ده، شايفين الشكل اللي واخد كيرف شويه بومبي باختلاف احجامه تمام، علشان ابتدي اشتغل على الكريس. انا هستخدم الفرشه دي انا بحبها دي سيجما طبعا اي
21. طيب بعد كده انا هروح لباليت من الباليتس المفضله عندي، وهي الويدنج ويش اكس ال من بلويس. هبتدي اخد اللون البني اللي فوق خالص ده، ابرس اللون او اضغط اللون، وابتدي ادمج. اروح ارجع لباليت باتريك تا وابتدي اخد الدرجتين دول مع بعض. عيش حياتك بقى في الدمج. وبعد كده خدت الفرشه دي من هدى بيوتي. الفرشه دي انا اتكلمت عليها قبل كده في فيديو زمان. انا دي عندي يعني انا ما بخرجهاش من كتر ما هي فرشه روعه، وانا بحبها في الدمج. الناحيتين دول رهاب، سحريه. شوفوا اللقطه اللي فاتت وشوفوا دلوقتي فرق الدمج. دلوقتي بقى هبتدي اقطع او اشارب شويه الخط بتاع الكريز ده. هاخد فرشه شارب قوي تكون حد السكين زي ما انتم شايفين كده، وابتدي اقطع في النص عشان احدد لنفسي المكان. وبرده بعد كده تنزلي يمين وتنزلي شمال. اول درجه هاخدها الابيض خالص، دي الابيض التباشيري شويه. اثبت الربع الداخلي من نفس الايشادو الابيض. ابتدي ادخل على الالوان البيج. انا هبتدي استخدم الدرجه دي في الدرجه دي في الدرجه دي. اوكي، الثلاث درجات البيج دولت هعمل لهم تدرج، يعني اول درجه وتاني درجه اخدتهم ميكس دلوقتي، وابتدي اثبت الجزء ده اللي جنب الابيض على طول اللي احنا خدناه. بعد كده ابتدي اخد التاني والتالت مع بعض وابتدي اشتغل هنا، واطلع التدرج بتاعي بزاويه. بعد كده هبتدي اسس العين من تحت. العين من تحت يا جماعه في تكنيك الفتحات اللي هو اللوك او كورس او درس اليوم اللي هو الفتحات من تحت، ليه تكنيك. يوم ما هتكوني مقرره انك هتعملي فتحات من تحت، لازم تهيئي المنطقه من الجلد لعمل الفتحه. اخد فرشه زي دي تابنج عادي جدا، وابتدي اخد اللون الابيض. انا هعمل طبعا الفتحه من قدام ومن ورا، فاللي بيحصل ان انا بهيئ العين من قدام ومن ورا، ابيض هنا وابيض هنا، ابيض ابيض. وخلي بالكم التكنيك ده تكنيك كورس، تكنيك الكورسات، يعني التكنيك الفتحه الصح. فركزوا فيه علشان انتي لو ركزتي في الخطوات وفي المنتجات وفي الطريقه التكنيك، صدقيني هتطلعي من الفيديو بتعرفي تعملي فتحات العين بروفيشنالي جدا باحترافيه. يعني خلي منطقه تحت العين دي كلها ابيض. بعد كده ابتدي احط قلم بيج من جوه. انا هستخدم قلم انجلوت. ابتدي بعد كده اخد فرشه انجل رفيع، اوكي، وابتدي اشتغل بالاي شادو الاسود. اجي هنا من النص واقوم محدده. حلو الكلام، باين واضح. ابتدي امسك الفرشه وابتدي اطلع خط مستقيم. طبعا انا مش عارفه اعملها بتحكم بسبب ان انا باصه تحت. انا لازم ابقى رافعه عيني فوق او باصه دايركت كده، فمش هعرف اعملها في الكاميرا. تمام. ومن هنا شايفين انا بصوا يا جماعه اللي حصل كالاتي، ان انا صورت الفيديو ده قبل كده، كنت تعبانه وما قدرتش اكمله لان انا عيانه بقالي 10 ايام من رمضان. قبل رمضان بقالي 10 ايام عيانه عيا جامد، حساسيه وكده. ما خلصته تماما عينيا ابتدت تدمع بشكل مرضي، كل حاجه ساحت من تحت في عين واحده، فالموضوع باظ مني وما عرفتش اكمل. ده اول محاوله. تاني محاوله النهارده انا صورت معاكم لوك تماما، ولكن الفيديو الجزء اللي انا شرحت فيه تحت العين ما اشتغلش. بنقله دلوقتي على الميموري، لقيته ان هو فيديو بايظ، اللي هو اللي بيظهر الاي اكس اي سي دي. لو حد فاهم في التكنيكالز بتاعه الكاميرا او كده هيفهم، او تكنيكالز الفيديوز او كده، الفورمات بتاعته مش مظبوطه، مش هيشتغل الرسمه من تحت في الفيديو البايظ. فانا قدامي حل من حلين، يا اما انا اقفل الفيديو ما انزلوش ومجهود، ما هو مش يومين، هو مجهود اكتر من يومين طبعا، لان انا الفيديو بياخد مني مجهود كبير هيروح، او ان انا اكمله وانزله. والجزئيه اللي انا بشرح فيها تحت العين هجيبها لكم من الفيديو الاولاني، فيا اما اعمل كده يا اما خلاص الفيديو باظ. فانا هعمل كده نظرا لاحتراما لمجهودي واحتراما لفعلا الجهد اللي انا بذلته في اليومين المفروض اللي انا قعدتهم اصورهم، هم اكتر من كده. تمام، فده اللي هيتم. مديت الخط لقدام خالص، اوكي،
وايه وقفت عند نهايه العين. دلوقتي ابتدي ادمجه بفرش صغننه سيجما رقمها ايه 21، وابتدي اخد اللون البني اللي حطيناه فوق، انا هاخد اللون الفاتح اللي انا واكلاه ده اوكي از ترانزيشن كولر كده، ان انا ايه اودي اللوك لنعومه اكتر. بعد كده اخد الفرشه الانجل اللي انا عملتها وارجع بالخط الاسود احدد تاني اسود، لانه بيبقى اندمج راح خف، واحنا عايزين الخط الاسود ده شارب قوي قوي، بس اول ما توقعيني توقف الانهيار اللي هنا اللي هي فيه ده. طيب انتوا كده رجعتوا لي بقى من الفيديو الاولاني للفيديو الرئيسي. طيب انا دلوقتي حطيت الرمش بتاعي وزي ما انتوا شايفينه رهيب وساحب لي عينيا، وحاطه رموش سفليه طبعا. لكن احب اقول لكم ان الرموش بتاعتي من براند اد لاشز. اد لاشز البوك بتاعهم الهاش بوك بتاعهم بصوا جمال، في اشكال رهيبه عمري ما شفتها قبل كده. الشكل ده طبعا انتوا باين، طبعا برضو الوينج ده الرهيب الطرفي. هنشوف كل الاشكال دي مع بعض ان شاء الله في الفيديوز القادمه، بس انا حبيت اوريكم الفرق اللي ممكن يعمله الرمش. انتوا شايفين هو عامل ايه. وكمان الرموش السفليه هو برضو من نفس البراند من اد لاشز اهو. طيب انا دلوقتي هروح للروج وقت الحمرة، وهستخدم الليب لاينر الخطير ده من جوسي بيوتي رقم 701. لاينر جوسي بيوتي ده ما جربته، ايه الطريان ده، ايه الجمال ده، ايه حلاوة اللون ده، وطبعا حلاوة السعر لان هو اسعارهم رخيصة جدا جدا جدا. وابتدي كمان ارسم خط عريض شويه تحت الخط اللي احنا عملناه للشفايف الاطار نفسه، وهحط روج الروعه من روبي روز، ده شكله رقمه 192. الدرجه دي خطيره خطيره، هتحبوها كلكم، تحفه. استنوني بقى اعدل بقى، لان انا تعبت قوي في اللوك ده، تعبت في البروسيس بتاعته. هو اللوك سهل والله، از تكنيك سهل قوي، وانا بحب ان انا اعمل فتحات. يا الله بصي شكلي اتغير ازاي، يعني يعني يا ريت اطلع هنا صوره بيفور مثلا، يعني مثلا كليب كده في اول الفيديو وتشوفوا الترانسفورميشن. انا بحب الميك اب عشان هو بيعمل كده، انا بهاف فن واحنا بنعمل كده، هاف فن قوي قوي قوي. اللوك روعه اللوك. قولوا لي انتوا ايه رايكم في الكومنتس تحت، هل استفدتوا، هل بتحبوا اللوكس دي نكمل في تكنيك الفتحات؟ فلو انتوا حابين التكنيك ده انا معاكم جدا، دي بالنسبه لي عيون العرايس اللعبه، يعني دول ايز قوي. وقولوا لي رايكم، هستناكم في الكومنتس تحت، واتمنى ان الفيديو ده يعجبكم، واتمنى ان اكون بصالحكم. انا عارفه ان بتاخر عليكم في اليوتيوب، بس معلش انا بصالحكم اهو، كل شويه برجع لكم ما بنسكوش. بناتي حبايبي اللي واخدين كورسز معايا، البنات اللي بتابعني على اليوتيوب، الميك اب ارتست مبتدئ، الميك اب ارتست بروفيشنال، لو انت حابه تعيدي اللوك ده طبعا في يوم دعم، وطبعا هستناكم على الانستجرام تركبي صورتك جنب صورتي تعملي لي منشن. نفس البروسيس دي ماشيين عليها بقالنا سنين اوكي، وهشارك عندي عشان ادعمك ويجيلك فولورز والناس تشوف موهبتك وتشوف قد ايه التكنيك الصعب ده انت قدرتي تنفذيه باتباعك لخطوات الفيديو. بس كده اشوفكم المره الجايه ان شاء الله على الف خير، وهسيبكم في الفاينل لوك. يلا باي باي.